داكو. Hi Ferris, welcome to the With This podcast. وش رايك شوية؟ اهلا وسهلا ومرحبا بالمستمعين تاعنا. ميرسي بور لانفيتاسيون. سينون سافا بيان سافا سرفايفين. وانتيا؟ الحمد لله ما تسمع شوية البودكاست تاعي ولا والو؟ منين داك منين داك ما نكذبش يعني باش ما نزيدش عليها. Do you like it? tout dépend le sujet. يا والله سي une très bonne initiative. يعطيك الصحة والله. We really need such podcasts. Thank you. You have a podcast تاني اللي درت فيه حلقة واحدة so رايحين I bully you شوية باش دير more episodes. صحيت هكا نفضحتك I فرشتك. will. You are invited. قلت لك for my next episode. ياك تفهمنا. خلاص يعني فرشتك قدام the public هكا باش ما تعودش عندك excuse باش ما نديرش new episodes. هاي خلاص. You have my word. ولا غير البروبلème c'était que j'étais en période d'examen juste après le lancement تاع البودكاست. So حبست يامات mais maintenant je vais reprendre إن شاء الله. ايه مم انا يعني ملياش ياسر ملي كملت my last exam وكاني في عطلة تاع اللي قريبة تفض. بصحتك. سيم انا نستناو لو 15 ان شاء الله اذا دخلنا ما نعرف. سينو اذا قالوا لنا كونفينمون حاجه واحده اخرى. how do you think it will be مع الحكومة تاعنا? do you think رايحين يخلونا نقراو like كما مالفين في القسم وكلش في القسم والذهاب في الكلاسة ولا راح تكمل اونلاين؟ هي till now it's unclear. لازم نشوفوا ديسي اون سيمين ولا اسك طلع لو نومبر ولا ما طلعش. سينو بلوتو اكطويل سي جيرابل. ما جو بونس با يروحوا لان ريكونفينمون توتال. Mais il y aura d'autres mesures qui par exemple peut-être يغلقوا كامل les restaurants les cafés كلش وشنو يخليوا main things كيما schools universities والخدمة. Yeah, I agree. باسكو سي ريسكي تغلق كلش تروح اني بلونش. شوف دخلنا في المسقي بلا ما نسقسيك to introduce yourself وش تدير وكلش. Alors, bon, full-time student ولا part-time ما نعرف ça dépend. المهم طالب بالمدرسة العليا للمانجمنت ليكول ناسيونال سوبيريور دو مانجمنت البول يونيفرسيتير قليعة. maintenant راني M2 ماستر 2 في entrepreneurship and project management ريادة أعمال وإدارة مشاريع. and تاني full-time politician or political activist. راني عضو في حزب جيل جديد، عضو مجلس وطني، وعضو مساعد في الأمانة الوطنية مكلف بالانتخابات والمنتخبين، وعضو مسير في تنسيقية ولاية بومرداس. Wow, and the social activist. أكيد عارفة les événements tout ce qui est extra curriculum activities. Wow, that's a lot. That is a lot of titles for واحد لي. Pas tellement. How old are you? 24. Now 24. Okay, it is a lot for someone your age. وش حبيت نحكي وش هو الموضوع اللي حبينا نحكي فيه أنا وياك؟ هو نركزوا سيرتو على البوليتكس البوليتيك في الجزائر وخاصة مشاركة الشباب اللي كيما أنت في السياسة الجزائرية. احكي لنا شوية why did you get into politics in the first place وش هو على خيرت جيل جديد واحكي لنا على جيل جديد وكامل الحكاية من البداية. Alors, donc, le main topic, c'est bien le political engagement, especially عند اليوث. bon, أنا علاش دخلت البوليتيك والله ما نشفى، مي نشفى باللي من صغري ملي كنت صغير peut-être في البريمير ولا في السيام j'étais en train de discuter يعني political news مع my father. يعني نقرا لي جورنال نتبع هذه par exemple الجزيرة، هذه العربية. الوقت هذا كان غير نايصات. المهم
هايك دونك كبرت على عقليه تاع واحد اللي مهتم بالسياسه، ومن بعد مع الوقت نكبر بدات الانترنت كي تعرفي فتحت لنا other doors، ولينا بريسك برونشي غير مع البوليتيك. فوالا حتى لقيت روحي جيل فوالا حتى جديد. لقيت روحي منغمس في السياسه. اما بخصوص جيل جديد بون بديت نتبع الاحزاب السياسيه قولي تقريبا من 2014 ملي بدات العهده سوا ديزون ما قبل العهده الرابعه. هيا ومن بعد جذبني جيل جديد، كان حزب جديد كان ما عندوش بزاف متاسس. هيا قلت نسويفيه نشوف اش راهم يديروا. عجبوني الايدياز تاعهم، يعني الافكار تاعهم والاطروحات تاعهم ايتو. من بعد راني شافي en 2010 بقيت نتبعهم pour 3 ans. En 2017 j'ai participé في واحد لا كونفيرونس داروها في السينما ا بي سي الجي، سيتي اون كونفيرونس تاع مجلس علمي. رحت لتما جي اسيستي ومن بعد درت des interventions هكا، j'ai posé plusieurs questions. j'avais 21 ans هذاك النهار. هاي بعد لاحظت باللي شغل رئيس الحزب عجبته بعض المناضلين الاطارات اتسيتيرا. مور ما خلصت لا كونفيرونس جاو ليا قالوا لي فوالا اذا راك حاب تجي معنا ايتو. انا باك ذن كان عندي 21 قلت مازالني في بلوره الوعي السياسي تاعي، ما رانيش ريدي. قلت لهم I'll think about it ونرجع لكم خبر. ما رجعت لهمش خبر حتى ل 2019 حتى جا ذا رايت مومنت، باسكو ما كنتش حاب ندي ايتيكات تاع ان بارتيزان تاع حزب. كان مازال خاصني شويه على النضال السياسي الرسمي في الجزائر. دونك كي جا الحراك وصار لو شونجمون اتسيتيرا قلت هيا اتس ذا رايت تايم. دونك جي انتيغري جيل جديد. في عام راني كي شفتي طلعت حتى المجلس الوطني، طلعت الامانه الوطنيه، وراني في التنسيقيه لله. دونك سي سا. الله يبارك الله يبارك. الله يسلمك. هي كمل احكي لنا على الجيل الجديد what are its values والاهداف نتاعو. انا كي ضربت عليه طلع هذاك الوقت تحكي لنا انا وياك قلت لك I want to get at a certain point معولا I get into politics. الايديا نتاعي عليه it's like a libertarian party هكا. exactly. Yeah, so go ahead احكي لنا شوية عليه. شوفي هي صراحة جيل جديد ما يحبش يصرح رسميا بالتوجه الإيديولوجية تاعو، لكن يطرحها في المقالات والبيانات ولي كونتريبيوشن تاع لي ميليتون تاعو ولا في المشروع تاعو اتسيتيرا. دونك كأفكار تلقايها. بصح احنا من الخصوصيه تاعنا انه ما نقولوش هالك احنا حزب ليبرالي ولا حزب راسمالي ولا حزب حداثي تقدمي اتسيتيرا، لانه تعرفي باللي الشعب سواء شويه يعني عنده حساسيه تجاه الايديولوجيات. اكزاكتلي. دونك حنا نسيو ندخلوا الافكار تاعنا بطريقه غير مباشره ونخليوه يقتنع بها. اوكي يقتنع بالافكار الليبراليه بلا ما نطرحوا له مصطلح ليبرالي. هذه هي الخصوصيه تاع حزب جيل جديد. اما بون نبدا لك بالفاليوز. ممكن راح نهضر بزاف. كاين تقريبا ثانك يو كاين 3 قيم نبني عليهم جيل جديد ولا يتبناهم جيل جديد ويعمل على تحقيقهم في المجتمع. عندنا المسؤوليه، عندنا العداله، وعندنا الابتكار. نبداو بالمسؤوليه، وهنا نستشهد بواحد الايه يقول لك يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم. دونك عندنا ممارسه الانسان للمسؤوليه بلوتو تقتضي حتما ممارسته للحريه. بصح هذه الحريه لو كانت تكون بدون مسؤوليه راح تتحول لمصدر فوضى في المجتمع. دونك وللاسف المجتمع الجزائري قيمه المسؤوليه تاعنا لا تحظى عنده باي اعتبار، ورانا نشوفوها يعني في حياتنا اليوميه. وهذا راجع لعده اسباب وعوامل، لكن السبب الرئيسي هو انتهاج الدوله منذ ممكن الاستقلال في 62 لسياسه شعبويه نتاع انا نامن لك العيش تاعك
بصح انت لازم تنصاع ليا وتسكت وما تطالب حتى حاجه. دونك الاراده السياسيه تاع السلطه كانت حابه تتحكم بالمجتمع ككل، ما تخليلوش هامش للحريه وما تخليلوش هامش للمسؤوليه، وبالتالي المجتمع ولا الشعب تربى انه يترك المسؤوليه للدوله. فهمتيني؟ ليسونسيال هو ياكل ويعيش ويحقق الاحتياجات تاعو، اللي للاسف حتى الاحتياجات حددتها له الدوله، ما خلاتوش يخرج اوت اوف ذا بوكس حتى ريسنتلي. حتى ولات عقليه متجذره. اكزاكتومون. واسمه، وبالتالي الدولة قتلت روح المسؤولية عند المواطن، وهذا اللي سبب الكثير من الاختلالات في المجتمع تاعنا. وبالتالي احنا في جيل جديد حابين نرجعوا روح المسؤولية لدى المجتمع. لازم تولي كيفاش نقولوا، تشوف اوكي راك تحب طالب بالحريه، الثاني لازم تكون مسؤول، لانه لو كان نعطيك الحريه هذه اليوم بلا ما تتحمل المسؤوليه نتاعك، ولا بلا ما يكون عندك كيفاش نقولوا ضمير تجاه السلوكيات تاعك، راح تصرى فوضى وكارثه داخل المجتمع. كوا دوطخ قلنا القيمه الثانيه. القيمه الثانيه هي العداله. عندنا العداله هي واحدة من الدعائم الأساسية في إدارة المجتمع البشري ككل. إذا غابت العدالة راح تكون ثاني مصدر ثاني للفوضى في المجتمع. ولا كما يجي في الحديث القدسي، يقول لك: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. تسمى هذه ديجا راهي من الدين تاعنا بلا ما نروحوا الأفكار واحدة أخرى. وإحنا للأسف المجتمع تاعنا طغى فيه المال والمادية والنزعة الاستهلاكية اللي أصبحت قيمة أساسية. هذه القيمة الأساسية غطات ولا طغات على مفهوم العدالة، اللي بدلوا المجتمع الجزائري والشعب الجزائري بمفهوم القوة. لأنه كيف نقولوا، أصبحت العلاقات بين المجتمع ولا بين الأفراد تحكمها موازين القوى. اللي نشوفوها غير في المصطلحات تاعنا نقولوا هذاك عنده الكتاف، فهمتيني؟ عنده ولا شكارة، هذاك عنده المعرفة، ولا هذاك واصل عنده شكارة ساسة. دونك في حين أنه القوة هي اللي كانت تكون استمرارية للعدالة، ما تجيش قبلها. والقوة تكون في يد العدالة لفرض القانون والمساواة. وحنا قلنا في الجزائر ثاني للأسف المؤسسة اللي لازم ولا كان يفترض أنها تدافع عن العدالة هي في موضع الجدل، اللي هي مؤسسة القضاء. وعليها وبزاف المواطنين يشوفوا باللي هذه المؤسسة راهي في خدمة القوي بدلا من أنها تدافع عن القانون وتحقيقه. دونك من الضروري لأي أمة أنها تدير عدالة مؤسساتية مستقلة ونزيهة ومنصفة. ولازم يكون تاني انسجام في المبادئ الأساسية اللي تقوم عليه نظرة المواطنين لمفهوم العدالة. دونك حنا في جيل جديد رانا ندافع على كيفاش نقول، على مفهوم العدالة ضمن المبادئ اللي تقول أن القانون والعدالة هي أساس وقوام المساواة بين الأشخاص. العدالة هي أساس المساواة في التنوع والاختلاف. العدالة هي أساس المساواة بين الجميع أمام القانون. والعدالة هي أساس المساواة بين الرجال والنساء. لأنه من خلال استيعاب هذه القيم في سن مبكرة، سواء من خلال المدرسة ولا البيئة الفكرية الثقافية العقائدية ولا حتى ممكن البيئة الفنية والسياسية، كاين الجزائريين من اللي رانا حابين نسعوا. دونك هذا بخصوص مفهوم العداله. نجيو للمفهوم ولا قيمه العداله. نجي للقيمه الاخيره اللي هي قيمه الابتكار. كامل على بالنا باللي الحياه هي حركه وتغير وممكن ايضا تطور، ومن الخصائص الاساسيه للحياه هي القدره على التكيف. والتكيف هذا يعني ابتكار طرق جديده للبقاء ولا للاستمرار، وممكن حتى تحقيق حياة أفضل. واليوم الشعوب اللي عندها أكبر ولا أكثر قدرة على الابتكار هي اللي تفرض نفسها في بين الأمم وبين الدول الأخرى، ولا في الصعيد يعني في الصعيد الدولي اون جينيرال.
اما الشعوب المحافظه كما نقول لها الشعوب الجامده هي نلقاوها دائما في مؤخرة الترتيب العالمي. يعني فوالا تسع. والابتكار كقيمة جوهرية عندك مع قيم أساسية بيان سور، مع قيم أساسية أخرى بيان سور راح تسمح للأمة قلنا بالتحكم في مصيرها. لأنه إذا غاب الابتكار عندنا في عقيدة الدولة وفي عقيدة المجتمع راح نلقاو دول أخرى تحكم فينا كما تحب. رانا نشوفوها اليوم أنه رانا نستوردوا كامل الحاجيات تاعنا سواء التكنولوجيا ولا الأساسية من دول أجنبية. احنا في جيل جديد كما قلنا رانا نسيو ندافعوا ولا في السبراد تاع المسؤولية والعدالة والابتكار اللي فوالا اللي بيهم رانا كتبنا المشروع تاعنا اللي هو مشروع مجتمع. ممكن تلقاوه في الموقع تاعنا اللي فيه تجسد كامل الافكار تاعنا فاش نقولوا الاستمراريه تاع القيم هذه في المشروع هذا. ممكن فيه 30 40 باج يحكي على كامل النقاط اللي اذا ممكن انه جيل جديد الحق للسلطه والحق واخذ الحكم انه كيفاش بها يبدل عقليه ولا عقيده الجيل الجديد تاع الشباب اللي راهو جاي واللي به نبنيو البلاد ان شاء الله. دونك جو بونس سي سا مالغري هضرت كلش ام سوري هضرت بزاف. اتس اوكي. بغيت نعقب على واحد النقطة اللي كنت تقولها وشو بقات لي في راسي. قلت باللي زعما المجتمعات المحافظة والرجعية كما نقولوا هي اللي تبقى ديما في مؤخرة أمام الصح. don't you think باللي هذاك شغل الصراع والتجاذب بين الحداثيين والتقدميين في نفس المجتمع عنده فوائد زعما الحداثيين هما اللي يدفعوا الشباب والمجتمع ككل للابتكار الوغ كو التقدمي الاخرين راح المحافظين اكزاكتلي المحافظين هما اللي يحافظوا على بعض القيم الاساسيه اللي نقولوا بالك يحتاجها المجتمع في كل المراحل نتاعو في كل الاخر. وش رايك؟ توتا في بصح احنا كي نقولوا احنا الدول ولا المجتمعات المحافظه مش بالمفهوم هذا، بالعكس كاين مجتمعات اللي تحب تحافظ على حاله الركود ولا الجمود اللي راهي فيها، مش انها ممكن تحافظ على القيم ولا كيفاش نقولوا العادات ولا الافكار الايجابيه. بالعكس هي تلم كل سواء ما هو ايجابي ولا ما سلبي، تقول لك الحاله تاعنا راهي هكا مليح ما كان لها نغيروا. هذا هي المجتمعات المحافظه اللي ما راناش حابين نبقاو فيها. اما كي يكون كاين صراع افكار بين المحافظين وبين التقدميين اكيد هذا شيء صحي، لانه اذا تغلب طرف على اخر ولا قضى طرف على اخر تماما راح يكون عدم توازن في المجتمع. اكزاكتلي. وانا نشوف باللي الفرد الجزائري يعني في العقليه نتاعو كشغل محافظ رجعي يتحجج بالمحافظه على القيم والاخر به زعما باش ما يبذلش جهد وما يتحملش مسؤوليه نفسه ويتحمل مسؤوليه انه يطور بلاده. يقول لك انا نحافظ على القيم نتاعي دونك نخلو كلش كيما راه. فوالا وهذا داخل في عدم تحمل المسؤوليه اللي يتصف بها المجتمع الجزائري. exactly. الحاجة الأخرى اللي بغيت نحكيو فيها هو وش هي زعما الأكتيفيتيز والحوايج اللي الشخص زعما يافع شاب كيما أنت يمارسها في حزب سياسي. نورمالمون راكي شفتي المسؤوليات اللي تقلدتها داخل الحزب ولا وين لحقت، دونك ما كاش دور خاص بالشباب. بالعكس الشباب هو فاعل في الحياة السياسية وفي الأحزاب السياسية. احنا في جيل جديد الحاجة اللي بوكو بلوس تاني أثيرتني ليه نسيت ما قلتهاش من قبل، سي بيان راه ما راهوش مبني على لونسيانتي، راه مبني على لا ميريتوكراسي. tu mérites الكفاءة سي سا tu mérites الحق. دونك انا في عام درجت في مناصب اللي ممكن كاين اشخاص معايا في الحزب عامين 3 سنين باش لحقوا لها ولا كاين اللي مازال ما لحقوا لهاش. دونك مش انت كشاب معناتها راك صغير معناتها ما راكش قادر تتولى مناصب نتاع مسؤوليه ولا تاع صناعه القرار. نو
لازم اذا كنت كفء توفر فيك الشروط راح تلحق والابواب تفتح في وجهك يعني بسرعه. دونك عليك وعلى روحك، عليك وعلى كتافك، عليك وعلى خدمتك، وعليك وعلى الباجاج اللي يعني سي سا. Yeah, that's amazing. So tell us شوية what did you do in جيل جديد؟ والله واش راح نقول لك، مالغري كو تولي كيفاش نقولوا منصب مقعد في المجلس الوطني وثاني في الامانه الوطنيه المكلفه بالانتخابات توازى مع لو كونفينمون توتال اللي جا مع لو كوفيد. مي قدرنا راحنا احنا حاليا بصدد نشر مشروع مجتمع كيفاش نقولوا النسخه المنقحه، لانه عندنا النسخه اللي خرجت في مؤتمر 2017 المؤتمر الثاني للحزب، لكن حاليا نحن بصدد تحضير النسخه النسخه 2020 اللي فيها بدلنا بزاف امور وطورناها وغيرنا بعض الافكار باش كيفاش نقولوا تجاوب مع التغييرات اللي صارت من 22 فبراير الى يومنا. سينو رانا بصدد تحضير الانتخابات الانتخابات التشريعيه، رانا بصدد العمل مع القواعد المحليه يعني في البلديات وفي الولايات بلوتو باردون باش نوجدوا الاستراتيجيه تاعنا الانتخابات الجايه. اون غرو سي سا، نستناو لو كوفيد يروح وما تحرك الحاله شويه إن شاء الله. I hope so. So that's amazing. You're doing a lot of work. زعما does it affect قرايتك ولا does it consume a lot of your time? not really ماشي حاجه نعرف multi tasker فهمتي، ما نقدر نقسم روحي فاسيل، مش حاجه كبيره ديجا. it doesn't need that much of time باسكو عرف كيفاش تخدم، ماشي بلوتو عرف كيفاش تخدم وكيفاش تكمل الخدمه، ماشي لازم يعني تخدم 10 سوايع في النهار، ممكن تخدم 10 سوايع في النهار دير لي طاش اللي عندك كامل. Yeah. So speaking of القراية, since you were like مهتم ياسر بالسياسة، علاه ما قريتش بوليتيك وايد توجهت لريادة الأعمال والأمور هذه؟ كيفاش نقولوا money comes first هكا. لا ماشي هكا ماشي هكا ماغري it's part of the truth. بصح هي you don't need political degree ولا degree in politics to be a politician surtout في بلادنا. Yeah. شفنا خريجي كلية العلوم السياسية المستوى تاعهم كيفاش راه. دونك خاصة انك تقرا في الجامعة الجزائرية كومام، يعني اخر مكان نقدر نقرا فيه السياسة هو الجامعة الجزائرية. دونك وبالتالي انا من بكري انا يجذبني ميدان البزنس تسكي مانجمنت تسكي جيستيون. دونك malgré انه الباك تاعي كان ماتيلم بصح جيتي توجور باسيوني بار لو دومين تاع ليكونومي لو بيزنس. دونك فضلت انه يكون عندي ديغري في هذا المجال وين نقدر فاش نقولوا I guarantee another path to myself. باسكو مش دائما نصلح لك في البوليتكس في الجزائر، ما نقدروش نلوحوا all our cards فيها فهمتيني. دونك we are political activists but we are entrepreneurs ثاني ولا seeking for واسمه نديروا path في البيزنس. هذه هي. Yeah, وزيد the fact that if you ever decide انك تولي بريزيدون، الدراهم هي اللي راح تخليك بريزيدون للحملة الانتخابية تاعك. كيفاش تديرها؟ نتوركن مع البيزنس مان هو الصح. ايه that's a fact. لوبيين هي اون بليس شوفي عندك ليكونومي والبوليتيكس يتكاملوا. دونك كي يكون عندك ان باجاج فيهم الزوج راك تقدر تنجح سواء في هذه سواء في هذه. Do you want to be a president though? عندك هذا الطموح؟ Hell yes. نكتب عليك نقول لك no. When is your agenda? وقتها هكاك شحال يعود عمرك when you first it's kind of الصبر تشوفي ما نقدرش نعطيك specific date، ما نقول لك ديسي 20 ان شاء الله. الواحد مازال صغير يبني روحه. You have my vote. تبدل الحالة تاع دوك. I'm privileged
هي انت تنكي تولي سكسسفول كيفاش نقولوا دكتور ولا بابليك فيجر ما تنسيناش. بعيد الشر مانيش حابة نعود طبيب. خلاص من بين انفلونسر. you will have my vote إذا درتني وزيرة الصحة. I say no I will vote for the المحافظين. هيا نيغوسيابل متفاهمين. خلاص باي. هاي بيان. وعلاش في رايك من المهم انه الجيل تاعنا يعني الجيل الشباب الحالي لازم يونغاجي في الحياة السياسية؟ علاش؟ باسكو it's time to change things simply. يعني هكا الحق الوقت وين لازم نبدلوا حاجات سورتو ابري لو 22 فيفري وين الشعب كان مستقل من الحياة السياسية المجتمعية، كان مستقل من كلش. مي بيسك جاتنا لا شانس لازم ما نخليوهاش تروح هكاك. اون بليس الجيل هذا كي نجي نقارنوه انا نقول لهم جينيريشن زي، الجيل هذا كنجيو نقارنوه بالاجيال اللي فاتوا، عندهم قدرات خارقه اللي قادره تبني دوله ممكن في غضون 10 15 20 سنه. داركوا الروطار تاع 50 سنه اللي كيفاش نقولوا اللي فات علينا. ثاني كتولي تشوفي الطبقه الحاكمه ولا الطبقه اللي حكمت البلاد كامل هي طبقه الثوره، وممكن الناس اللي ولدت خلال الثوره، يعني كامل راهم في السبعينات الثمانينات راهم فانت كارير، فهمتيني. ومن بعد الجيل تاع كيفاش نقولوا الستينات السبعينات سي بون فاتهم تران، ما بقاوش اصلا هما تربوا بالعقليه الكلاسيكيه التقليديه تاع جيل الثوره، الجيل اللي هلك البلاد. دونك الامل الكامل راه على الجيل الحالي اللي للاسف الى يومنا راه مازال مستقل شويه سياسيا. نعطيك جاست سمول اكزامبل، ما باليش كلا كان يعرفوها كامل المستمعين. الثيرد وورلد كوميونيتي، لا كوميونيتي تاعك ولا اللي كانت تاعك، المهم كانت تشوفي المساغر تما عندهم واحد الثينكين، واحد الافكار، واحد كيفاش نقولوا واحد العقليه اللي قلت لك هذا واش نحتاجوها منه. بصح كي تولي تقسيهم على البوليتكس يقول لك نا خطيني راني حاب نروح، راني عايش حياتي، نو جو مون فو. هذه هي العقليه اللي لازم نبدلوها. It's time for you guys to do a step in في لاسين بوليتيك. سورتو كي نقول موجة التغيير جايه بيكم ولا بلا بيكم، بلوتو بينا ولا بلا بينا، التغيير راح يصرى. دونك حنا it's up to us to shape هذا التشينج كيما رانا حابينه. باسكو اذا فوتنا الفرصه هذه ممكن راح ما تعاود منا على 20 سنه ولا 30 سنه واحده اخرى. سورتو عندنا بوتونسيال، وكان ما كاش البوتونسيال نقولوا بالك. exactly I feel نحس نفس الشيء بالنسبة للجيل تاعنا، شغل كامل حابين نعيشوا، كامل ماناش راضيين بالوضع اللي خلوهونا بالجزائر، اللي خلوها لنا والدينا، كامل حابين نديروا. مش it's not like ما نحبوش بلادنا we do, it's just that ما على بالهمش كيفاش يبداو في هذا التغيير ولا كيفاش يديروا لو فيرست تعدد اللغات لو فيرست ستيب ولا ما على بالهمش كيفاه. ما شغل جامي تعلموا في المدرسه كيفاه يونغاجيو في السياسه ولا كيفاش يحاولوا يبدلوا، ولا شغل كاين الرغبه، كاين البوتنسيال، شغل هذو الحوايج الاساسيه كامل كاين، بصح ما كانش توجيه برك. انا هكا نشوفها. هي سيفري توجيه غايب، لكن شوفي ماغري كاين رغبه بصح مش عند كامل الناس، مازال النزعه هذيك الرافضه لكل شيء، فهمتيني. حزب سياسي كامل شياتين، كامل تاع شكاره، كامل فاسدين، فهمتيني. هادو محبين يخدموا البلاد راهم يضيعوا في وقتهم، نو انا جو بريفير نروح ندير الدراهم. دونك هاد العقليات الثانيه لازم حنا نقضيو عليها، وحنا كيفاش نقولوا ممكن رانا فاعلين اكثر من، باش ما نقولش فاعلين في المجتمع اكثر من بعض الشباب ولا بقيه الشباب. دونك حنا we need to spread the world. اللي يا جماعه it's time، لازم
البوست باللايفز مع بالج فيديوز، عندك الكوميونيتي تاعك، عندك صحابك، عندك كذا. قال يا جماعه وي نيد تو دو ان اكشن. ماشي شرط فعل سياسي، لكن ممكن حتى مبادره اخرى بعيدا عن السياسه انك تخلق التغيير. اجتماعيه برك، مش لازم تخوض في السياسه ديريكتومون. exactly. السياسه ممكن تكون مرحله ثانيه. مرحله ثانيه تجي بعد لونجاجمون، كيفاش نقولوا civic engagement، لونجاجمون سوسيال. Yeah, and speaking of التوجيه، زعما انت where do you get like political knowledge نتاعك، زعما الريسورسز اللي تستعملهم، كيفاش تعلمت هكا زعما السياسة؟ ولا خليني نعاود نبدل السؤال. واحد دوكا راهو يسمع فينا، راهو حاب يبدا يونجاجي في السياسة، واش تنصحو يدير كخطوة أولى؟ منين يبدا يتعلم؟ شوفي، الحاجة الأولى بلوتو ماشي الحاجة الأولى، أهم حاجة لازم تتوفر في الشخص اللي راهو حاب يدخل السياسة هي الكريتيكال ثينكين. لأنه إذا ما كانش عندك كريتيكال ثينكين صعيب بزاف إنك تكون سياسي ولا تكون فاعل في السياسة. بالعكس تولي أداة اللي هو اللي يجي يديك. لأنه في مرحلة التعلم ولا التكوين تاعك في السياسة لازم تكون عينك ميزانك. تقرأ ما تديش كلش، تسمع وما تديش كلش تاني، تدي غير الحاجه اللي تحتاجها. الحاجه اللي ما تحتاجهاش طيش عليك. لازم لو ديسكور بوليتيك تقدر ثاني دير له الاناليز بالكريتيكال ثينكين تاعك. هذا وي عنده الحق، هذا يكذب. علاش يكذب؟ based on specific facts. ديري فاكت تشيك تاعك. دونك الكريتيكال ثينكين هو اهم حاجه. من بعد انك تكون كيفاش نقولوا ابديتد في البوليتيكال سين، اتس ذا ايزيست. عندك ممكن تبع التصريحات تاع السياسيين، تبع لي باج تاع الاحزاب السياسيه، قرا المقالات كلكو سوا في لي جورنال الكترونيك اتسيتيرا، ولا اي دون نو تبع فيديوز. بصح الكريتيكال ثينكين تاعك هو الصح. قرا بوكس، قرا وراك تاناليزي وتتعلم مع الوقت. من بعد يجي نهار تشوف روحك ماشي شرط تتعلم كلش، وماشي شرط تتعلم بنسبه 70 80%. ليسونسيال يكون عندك ان باجاج اللي تبدا به، ثم تاتي الخطوه الثانيه اللي هي انك تنتيغري سوا مبادره ولا حزب ولا جمعيه ولا منظمه ولا نقابه. المهم دير اون اكسيون، تبدا في الكونكريت، تبدا في الريال، تبدا تخدم في الميدان. مع الوقت راح تطلع. How about واحد زعما اللي حاب يتعلم المنظومة الجزائرية، المنظومة السياسية الجزائرية تاعنا كيف دايرة؟ خاطرش أنا اللي يقراو معايا مالغري راهم بقى لهم عامين زعما يوليو طوب ما على بالهمش واش هو المجلس، ما واش هو السلطة التشريعية، واش هي السلطة القضائية، واش هي السلطة التنفيذية. ما على بالهمش زعما شكون اللي يمثلهم في المجلس التشريعي، شكون يمثلهم في كذا. كيفاش واحد يقدر يتعلم المنظومة الجزائرية السياسية كيف دايرة؟ سهله، اتس ايزي ميزي كما نقولوا. عندك الدستور تقدر تيليشارجيه من موقع الجريده الرسميه. عندك قانون الانتخابات راه موجود في الجريده الرسميه. راه عندك تقدر تيليشارجي قانون البلديه، قانون المجلس الشعبي الولائي. عندك كيفاش نقولوا المراسم التنظيميه نتاع الوزارات راهم كامل في المواقع الالكترونيه تاعهم. تحتاج حاجه تلقاها. تحب تعرف شنو المجلس الدستوري، تيليشارجي الدستور، روح للفصل الفلاني اكس تلقى المجلس الدستوري وشنو وكيفاش يخدم وكيفاش يتشكل وشنو المهام تاعو والتاثير تاعو في الحياه السياسيه الجزائريه. ماشي شرط. وتقدر تلقى اساتذه في القانون الدستوري عندهم دي باج في فيسبوك ولا في لي ريزو سوسيو جينيرال، طرح عليه السؤال مباشره، ولا تلقى في لي بوست تاعهم يشرحوا بزاف قوانين. يعني الجماعه راهم قايمين بالحاله، ما راهمش تاركين هكا برك. اوكي that's awesome. So من غير الاحزاب كيفاش تقدري الشباب يقدر يونجاجي في الحياه السياسيه ويكون عنده تاثير صح؟ شوفي، نحكيو الشباب ممكن في اهم مرحله لبدايه النشاط تكون في الحياه الجامعيه. الجامعات هي الاكسترا كوريكولر ليفينمونسيال او جينيرال. في المرحله الجامعيه هو اللي راح يبني الشخصيه تاعك، هو اللي راح ينمي ويطور من القدرات تاعك. وشنو كاين ايفنتس من ايفنتس، واش راح نقول لك دوك انت عينك ميزانك.
احنا جو سي با انا دورون كيفاش ماغري مازال ما كملتش التكوين الجامعي تاعي، بصح عشت بزاف كيفاش نقولوا ايفنت اللي بدلوا لي نورغانيزيو جو سي با دي ديسكوسيون دي ويبينار دي جو سي با كوا مناظرات نقاشات من مع الجمعيات المحليه ايفنت حضروا مديه في وهران. رانا اونتر طون ثاني نميو لو ريزو تاعنا هنا. هذه النقطه ثاني المهمه اللي هي تعرف ناس قد ما راح تزيد تتعلم. واحد عنده عقليه يخمم راه ولا القدرات تاعك. انا الحمد لله ممكن في اخر 3 سنوات ولا 4 سنوات ولا عندي الريزو لوكال ناسيونال اي انترناسيونال حتى في الخارج. ويكذب عليك تعلمت بزاف من الناس اللي تلاقيتهم ولا اللي خالطتهم ولا اللي عرفتهم سور لي ريزو سوسيو. دونك نيتوركين راه حاجه مهمه. واش قلنا من بعد عندك اون فيزيون يولي كاين عندك حاجه راك حاب ترجعها كاينه في المجتمع هذه. دونك ممكن انت توصل لمرحله لا كرياسيون بعد كي داير انت باريزون هذه انك ديري بودكاست و سبريد اويرنس وعندك كوميونيتي سور لي ريزو جمعيات وطنيه وراهي ثاني تنظم في مخ الملتقيات والنقاط قلت ابخي قلنا ما تكمل الحياه الجامعيه تاعك فوالا تقدر تبدا تولي عندك نظره وين فيزيون اللي تقدر تجسدها في المجتمع سواء عن طريق اطلاق كيفاش نقولوا جمعيات لا كرياسيون دي اسوسياسيون سواء او نيفو لوكال ولا ولايال ولا ممكن ناسيونال دير بهم ملتقيات ونشاطات ومحاضرات سواء كيما راهم يديروا جماعه لي ريسو سوسيو كيما انت يا وصال درت يور اون بودكاست وعندك يور اون انستغرام اكاونت ويور اون كوميونيتي ويو ار spreading through it awareness كيما راكي تشوفيها فهمتيني. هذا ديجا البودكاست اللي كي دايراتو بزاف ناس يتعلم منه. دونك كل واحد كيفاش يقدر يجسد الافكار تاعو في ارض الواقع. كما انايا قلتها قبل البودكاست تاعي ما كنتش انسان زعما اللي يحب العمل الجمعوي يعيني شويه صرت مع I don't know شغل الجمعيات اللي I have been with كامل شغل ما نشاركش معاهم نفس الافكار ونفس المبادئ شغل كاين ديما صراع ما بيناتنا. قلت واي نوت علاه ما نديرش حاجه وحدي علاش ما نديرش الاخر ماي اون ثين مش لازم زعما في الواقع مختارش ما عنديش امكانيات باش نبدا في هذا الشيء وانا مازالني نقرا مازالني حاصله في قرايتي كل مع الامتحانات وكلش. نقدر ندير حاجه virtually نقدر ندير حاجه on social media why not right. And that's how I started this whole thing that exactly that's it that's كيفاش نقولوا an example concret you're trying to change. بس ثاني كما قلت النوادي الجامعية ثاني they are a really nice thing يعلموك بزاف مهارات كيف تحكي مع الناس كيف تتعامل معهم public speaking you can do زعما تحكي في دي زيفينمون يروح لك هذاك الخوف رهاب بالمسرح تعد أنا نو كاين بزاف soft skills اللي نقدر تتعلمهم اللي مش بالضرورة تتعلمهم في القراية نتاعك بصح النوادي اللي في الجامعة تقدر تتعلمهم منهم يعلموها لك اكزاكتومون. وكما ولازم ثاني تكون عندنا العقليه تاع الفولونتيرين ماشي شرط كل حاجه ديرها لازم يكون مقابل تاعها مقابل مادي. الخبره اللي تكسب فيها هي للاسف مخليه بزاف ناس شوفي والله غير معينا نديروا دي زيفينمون ونصرفوا دراهمنا ان سيغتان مومون تقول علاش بصح كي تولي تشوف الامباكت راك ديرو ولا الفيدباك اللي راهو يجيك ولا الفايده انت اللي راهي كيفاش نقولوا الفايده الغير تقول نخلص الدوبل كاع نورمال ماشي خساره. So وكما قلت إنسان networking is very important. أنا I truly believe اللي كل إنسان تتلقاه is like a book وما كانش حاجة ما تقدرش تتعلمها من
كل إنسان راح تتلقاه في حياتك يعرف حاجة أنت ما تعرفهاش. دونك كل إنسان في هذا العالم قادر يعلمك حاجة جديدة. أنا هكا this is how I build my relationship. قاتل the last thing اللي بغينا نحكي فيه اللي هو الدستور الجديد. على بالي باللي يا حسرة. كاين ايه الو بزاف من المستمعين اللي ما كانوش اصلا مهتمين هذاك الاستفتاء اللي داروه ولا واش بدل في الدستور. اذا تقدر تمدلنا لايك ملخص على واش تبدل في الدستور الجديد هذا اللي يهبلونا به. شوف كبداية لازم نتفاهموا على حاجة اللي سواء أنا ولا حزب جيل جديد توجور نقولوا على الدستور هذا هو سي كونستيتيوشن ديتاب ولا دستور مرحلي ظرفي. يعني ممكن ما راحش واش رانا حابين ولا ما راحش يجسد التطلعات والطلبات تاعنا، بصح ممكن يقدر في الصيغه تاعو الحاليه يقدر يخلينا نمشيو هاد لا فاز دو ترانزيسيون نتاع 3 سنين 4 سنين ولا اللي راهم جايين. دونك سي جوست بور اتيندر لا ستابيليتي بوليتيك اللي رانا حابينها باش نخرجوا من لا كريز اكطويل. دونك ماشي كيما راهم يجي كيفاش نقولوا يسوقوا له احزاب السلطه والموالاه باللي انه دستور اجيال which is wrong. مستحيل نقدروا كيفاش نقولوا نبنيو بلاد على لون تيرم بهذا الدستور. مي بون شوفي في الشق الرئيسي ولا في الجانب الايجابي الوحيد في الدستور هذا هو شق الحريات. الحريات في الفصل في الباب الثاني الفصل الاول متعلق بالحقوق الاساسيه والحريات العامه كاين une petite amélioration par rapport à الدستور تاع 2016. فوالا نعطيك ممكن امثله ولا حق انشاء الجمعيات بمجرد التصريح فقط. يعني تروح دير لو دوسي تاعك كيستو في الشروط سي بون الجمعيه راهي عندك الاعتماد. ماشي كما كانت بكري لازم الدوله لازم هي اللي تعطيك الاعتماد. نو دوكا نقول لهم بلي راح نكري جمعيه بلا كريت الجمعيه. كيف حريه هذا يجي قلنا في اسمه في الماده 53. عندك الماده 52 ثاني حريه التظاهر السلمي والاجتماع بمجرد التصريح به او لا بهما. وبالتالي كيف عندك مظاهره ولا راه عندك تجمع راح للسلطات الوصيه الامن ولا الولايه ولا صديقهم بعد نشوفوا المشروع القانون العضوي قل لهم بلي راح ندير مظاهره ودير المظاهره تاعك. كوا دوطخ عندك دوكا تاني حق انشاء الصحف والمواقع والمواقع كيفاش نقول المواقع الصحفيه الالكترونيه بمجرد التصريح تاني ماشي لازم لك رخصه ولا اعتماد. كوا دوطخ اونغو سا يعني اغلب في جانب الحريات كاينه اون اميليوراسيون. ماشي كيما بكري كانت كاين تقييد على الحياه المدنيه والسياسيه. وشنو تاني كاين تاني بخصوص الفصل الثالث من الباب الثالث جو كخوا عندك في ملف بخصوص البرلمان عندنا عطاو الاعضاء المجلس الشعبي الوطني صلاحيات اكثر مما كان عليه في الدستور السابق. مثلا اليوم مجموعه برلمانيه ولا اي نائب المجلس الشعبي يقدر يسائل الحكومه او عضو من الحكومه اي الوزير في مساله معينه سواء شفهيا او كتابيا، والحكومه مجبره على الرد في غضون 30 يوم. يعني اي مساله تحب تسال فيها الوزير ولا الحكومه عندك الحق. كوا دوطخ عندك ثاني اعضاء البرلمان اذا شافوا كاين بروجي ولا سي با عفسه فيها فساد يقدروا ايميدياتمون يكريو لجنه تحقيق تروح تحقق في المساله هذيك، وعندها صلاحيات الكامله باش تراقب وتحقق وتخرج بلا ريزولطا فينال بدون اي اعاقه من الحكومه. وكوا دوطخ عندنا ثاني اهم نقطه يمكن سابقه في العمل السياسي على مستوى العالم كامل انه تم تحديد العهده البرلمانيه بعهدتين.
يعني الديبيوتي يقدر يترشح مرتين، ما يقدرش يشرح، ما عندوش، ما يقدرش يترشح كيفاش نقولوا عدد مفتوح من العهودات. وهذا شفنا في السابق في البرلمان الحالي كاين دي ديبيوتي عندهم 20 25 سنه هما في البرلمان، وهذا السبب كان مباشر للفساد، يعني باش يولوا فاسدين، فهمتيني. هي صح ما راهيش من ابجديات العمل الديمقراطي، لكن مرحليا كما قلت حنا نحتاج هكذا قانون وين تخدم 10 سنين الله يسهل، فوالا ما تقدرش تزيد دير اكثر، عندك دو موندا دو 5 ans. كوا دوطخ نو قدامي الدستور. كاين تاني حاجه باريزونبل نورمالمون الحكومه تجي دير بيان السياسه العامه تاعها، وفي حاله ما اذا البرلمان رفض بيان السياسه العامه تاعها، بيان السياسه العامه باش نشرحوا للمستمعين هو انه في نهايه كل سنه يجي رئيس الحكومه واعضاء الحكومه يقدموا واش داروا في العام كامل، يعني حصيله العمل الحكومي تاعهم. في حاله ما اذا البرلمان صوت على ملتمس الرقابه، يعني ما عجباتوش حصيله اعمال الحكومه، يصوت على حاجه اسمها ملتمس الرقابه، يفتحوا يعني هذا التحقيق فوش صرا كامل. اذا صوتوا عليه اذا صوتوا عليه في البرلمان، الحكومه لازم عليها تتحل، يعني البرلمان ما عجبتوش خدمه الحكومه، الله يسهل الحكومه باي باي. دونك هذه حاجه ما كانتش من قبل، وهي اضافه مليحه لعمل البرلمان. اونغو في القضاء ما كاش حاجه كبيره فريمون، باسكو كنا حابين بيرسونالمون كنت حاب انه ننهيو سلطه التعيينات، خاصه في سلك القضاة، انه رئيس الجمهوريه يعين رئيس المحكمه الدستوريه والنائب العام اتسيتيرا، كنا حابين نقضيو عليها، لكن للاسف ما بقات في الدستور الحالي. كاين برك تفصيل صغير، بدلوا او المجلس الدستوري بدلوه بالمحكمه الدستوريه وعطوها بعض الصلاحيات الزياده، لكن للاسف الاعضاء تاعها يبقاو معينين. عطاو برك هامش باريزونبل، عطاو 4 اعضاء من 12 عضو يعينوهم نقابه القضاة ونقابه المحامين فيما بينهم، صح يبقى توجور رئيس المحكمه الدستوريه يعين رئيس الجمهوريه. كاين حاجه ممكن تهم لي جون، هي في الماده جو كرو 204 تنطقها 204 باردون شي 240 المهم راحت لي، هي انشاء 214 الماده 214 هي انشاء المجلس الاعلى للشباب. المجلس الاعلى للشباب هذا هو هيئه استشاريه لدى رئيس الجمهوريه، يتكون من شباب. نظن في التشكيله المقترحه سابقا في عهد الرئيس بوتفليقه كانت انه يختاروا طفل وطفله من كل ولايه، ممكن يكملوا بهذه الصيغه، ممكن يبدلوها ما نعرف، مي موست لايكلي تروح هكا. هذا المجلس يشكلوه بيورلي شباب، يمدوا يعني توصيات واقتراحات الرئيس الجمهوريه مباشره، باسكو هم تابعين لرئاسه الجمهوريه، ورئيس الجمهوريه اذا شاف فيها فائده يأمر باش تتجسد في مشاريع وقوانين اتسيتيرا. دونك هذه هيئه استشاريه مليحه اذا كيفاش نقولوا اذا ما تم التعويل عليها، باسكو كابون دوك يديروا صحابهم وحبابهم والشياطين وجماعه الكشيش وجماعه المنظمات الطلابيه اتسيتيرا. دونك تو ديبون القانون العضوي تاعها، يعني كيفاش تسير الصلاحيات اللي عندها، اي تو ديبون الاعضاء تاعها. هي كقانون كمشروع قانون في الدستور هو مليح، بصح كتطبيق وي ويل سي. اونغرو سي صا الدستور، يعني قلنا دستور مرحلي، ما يرتقيش باش يكون دستور اجماع اللي يلتف عليه كل المجتمع الجزائري، وجسد ذلك في النسبه المئويه الضئيله جدا في الاستفتاء اللي ما تجاوزش 23%، يعني اقل من ربع الكتله الناخبه اللي تقدر نجبونس ب 24 مليون شخص. بصح معليش يعني نمشيو به، نخرجوا من لافاز دو ترانزيسيون هذه، ويمكن لي معنا في المستقبل القريب مش في المستقبل المتوسط ولا البعيد انه نعاودوا كتابه الدستور تماما وليس تعديل الدستور.
اذا تحقق التغيير، والتغيير هذا باش يجي لازم لا جوناس تدخل الحياه السياسيه. guys, it's all in your hands. It's time, it's now or never. دونك you have to be responsible. كما كنت نقول من قبل، لازم تتحلوا بالمسؤوليه تجاه هذه البلاد وتجاه ارواحكم وتجاه المجتمع to create change. هذه Yeah, thank you so much for الشرح هذاك. كاين حاجة أخرى كاين حاجة أخرى بغيت نسقسيك عليها في الدستور هذا. وش رأيك في الفصل بين السلطات اللي فيه؟ don't you think باللي أعطى قوة بزاف واحدة من السلطات أكثر من خوتها؟ شوفي راني متوافقة معك، يعني ما كانش فصل بين السلطات، بالعكس خرجوا. احنا كنا نمشيو، ولا اغلب الدساتير تمشي بالمسميات التالية: السلطة القضائية، السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية. السلطة القضائية اللي هي جهاز العدالة وجهاز القضاء، عندك السلطة التشريعية اللي هي البرلمان، والسلطة التنفيذية اللي هي الحكومة ورئاسة الجمهورية كما هي، وكل الإدارات اللي تجي من بعد. لكن لأول مرة، وشيء غريب في الدستور هذا، لغاو هذه المسميات ثلاثة ورجعوها 4 سلطات. وشنو هم 4 سلطات؟ ولا يقول لك العدالة مش سلطة قضائية، ولا يقول لك البرلمان ماشي سلطة تشريعية، ولا يقول لك الحكومة ماشي سلطة تنفيذية، ورئاسة الجمهورية رجعوها سلطة رابعة، واللي هي سلطة أعلى من السلطات الثلاث والتحكم فيهم في كامل، بما أنه رئيس الجمهورية يعين في السلطات كامل. كيفاش يعين السلطات كامل؟ قلنا في العدالة راه يعين القضاة ورئيس المحكمة العليا ونائب العام النائب العام etc. في البرلمان مازال للأسف مجلس الأمة يعين ثلث رئاسي. وفي الحكومة هو يعين ويقيل الحكومة، ويعين في المختلف الإدارات، يعني الولاة ورؤساء الدوائر etc. دونك هذا ورجعوا ثلث سلطات رجعوها 4 وداروا رئاسة الجمهورية تحكم فيهم كامل. يعني تكنيكلي ما كاش فصل بين السلطات. Yeah, that's sad. يعني شغل رجعنا للور مش افونسينا لقدام. للأسف. شوفي، الحاجة اللي تخلي عندي الهوب هي أنه we can create change through the parliament، باسكو لو فات اللي تقدر تقترح قوانين، لو فات اللي تقدر تفتح لجنة التحقيق في أعمال الحكومة، لو فات اللي تقدر تساءل الحكومة، لو فات اللي تقدر ترفض البيان السياسة العامة تاع الحكومة اللي يؤدي إلى حلها لاستقالتها، ولو فات اللي إذا كان عندك عدد معتبر من البرلمانيين، إذا كانت عندك أغلبية في البرلمان تقدر تتشكل الحكومة، مش رئيس الجمهورية هو اللي يشكل الحكومة. it's kind of win اللي تقدر تخلينا we can change things slowly، باسكو التغيير ما راحش يجي هكا جو جور لوندوم. Yeah, so thank you. That was كل شيء اللي كنت حابة نحكي فيه أنايا. إذا عندك حاجة أخرى حاب تزيدها اتفضل. كما قلت لك أنا نجدد يعني my call to youth باش to take actions. هذه to take actions سواء في لا بوليتيك إذا كانوا قادرين ولا عندهم طموحات سياسية، سواء عن طريق مبادرات في الميدان الجمعوي والمجتمعي ولا في لي ريزو سوسيو. المهم ما تبقاوش تتفرجوا في الوضع كيما راه. try to create some change يا خويا، at least في المحيط تاعك، في الجماعة اللي تلاقى بهم try to create change. هذه هي. عندي تاني نداء ممكن أخير. كما كنت نقول ثقافة المقاطعة والاستقالة السياسية، ولا الاستقالة من كيفاش نقولوا أخبار المجتمع ولا وضعية المجتمع، ما راح تدي حتى النتيجة. وشفناها الاستقالة تاع الشعب جابت لنا 20 سنة بوتفليقة. بصح لازم ما تعجبكش حاجه قول نو، ما تبقاش اوكي نقاطع الانتخابات، نقاطع الاستفتاء، نقاطع الدوله، نقاطع النظام، نقاطع الحكومه. راهم جايين انتخابات تشريعيه، راهم جايين انتخابات محليه في البلديات وفي الولايه. دونك try to participate. هي لو كانت تروح تحطها بيضه
تمتنع ما عجبك حتى واحد فيهم راه خطها بيضاء. المهم يلحق صوتك للدوله باللي الشعب هذا ما راهوش راضي. لانه شفنا في الاستفتاء كي الاغلبيه المطلقه قاطعت، بصح بما انه كاين 23% صوتوا، ومن هاد 23% كاين 66% صوتوا فات الدستور. تخيلي انه لو كان الاغلبيه صوتت لا كان ممكن ما يفوتش. دونك الجيم راه يفيدكم، دونك تحملوا لا ريسبونسابيلتي. عندنا التسجيل في القوائم الانتخابيه راه مفتوح حتى 14 ديسمبر، يعني اللي ما عندوش الكارت تاع الفوت يروح يخدمها. وي فوالا مانيش نقول لك فوت على اكس ايغريك زد. المهم قول له شوا تاعك في الصندوق ديالو. نكون فعال، هذاك ما كان. كون فعال دو سامثين وخلاص. هذاك الميم هذاك تاع لي اكزاكتلي. والله نجو نخرجوهم ديالكم دوكا ولا كيف؟ فوالا. Thank you so much for being here. يعني I enjoyed the talk. We will do it again. مرة في بودكاست نتاعك next time my مرة podcast. تاعي. Yeah, thank you for the invitation and thank you for this podcast and this initiative. We thank you for the amazing community تاع third world اللي بزاف على بالي ما يعرفوهاش. Of course طفيناها كش بقى فيها. خلاص insect دوكا دخلت مرة خلاص سيبو. Donc c'est ça. Thank you so much. Thank you. Bye bye. تهلا في روحك. Bye bye. تهلا في روحك.